السلام عليكم، اخباركم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كابتن احمد وائل. المره اللي فاتت اتكلمت في فيديو ازاي هنتمرن تمرينة بوش في البيت. طب النهارده هنتكلم عن ازاي هنتمرن تمرينة بول في البيت بامكانيات قليله. تعالوا نشوف هنتمرن ازاي. يلا. التمرين الاول زي ما انتم شايفين كده يا شباب، بجيب عصايه او ماسوره او ايد مقشه وبعمل بيها سحب امامي، بس خلي بالي العصايه ما تلمس الارض. برجع بيها اعمل بيها سحب خلفي، وبرضو خلي بالي ان العصايه ما تلمس الارض. وبعد كده بعمل بيها الشكل التالت، بمسك العصايه وبفرد ايدي لقدام وبعمل تويست يمين وشمال، مره يمين ومره شمال. وبعد كده بعمل رفرفة خلفي بعلامة اللايك كده زي ما انتم شايفين، رافع صبعي لفوق وماسك ايدي قبضة كده. بعمل بيها حرف تي اللي هو الحركة الأولى، والحركة التانية حرف في. وبعد كده الحركة التالتة هتبقى على شكل اي، بيبقى جسمي كله مستقيم. بعد ما اخلص ده ايوه زي ما انتم شايفين كده، بيبقى ايدي على الحرف اي شكل اي، وبرفع ايدي لفوق. تمرينة جامدة جدا بتشغل عضلات الظهر من فوق. بعد كده بغير الشكل زي ما انتم شايفين كده، بعمل اكني بسبح في حمام سباحة. بفرد ايدي لقدام وبرجع تاني اشد ظهري، وبعد كده بعمل الشكل الاخير اللي هو بيجيب اسفل الظهر زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بخش بقى على الباي، بلعب بالدمبل لو انا عندي دمبل. طب لو مش عندي دمبل اعمل ايه؟ العب بازاز المية. طب دي مش عجباني اعمل ايه؟ ارمي الازاز دي وهجيب ازاز اتقل منها. طب تمام مش عجباني، لازم افكر ولازم اشغل دماغي. ارمي الازاز دي وهات اللي اكبر منها. اجيب ايه اجيب ايه اجيب ايه؟ طب بص كده، ايوه دي موجودة عندنا كلنا. لازم تتصرف يا وحش، لازم تشوف اي حاجة تتمرن بيها في البيت. وبعد كده نخش بقى بطن جانبي زي ما انتم شايفين. على الجنب ده مثلا 3 عدات في 10، ونعكس الناحية التانية 3 عدات في 10، من التمارين الجميلة لعضلات البطن الجانبي. الشكل الاخير ده يا شباب شكل مهم جدا، وهو بيشغل الكور وبيشغل البطن برضو. بس احنا خلي بالنا ان ظهرنا يكون متساوي بالارض، ما يخشوش الهواء زي ما انتم شايفين كده، ظهر لازق في الارض. وبعد كده ابدا احرك رجلي ايوه يمين وشمال، وبكده اكون خلصت التمرين.